أسهل طريقة لتقليد المعيقلي، تعليم تقليد القراء الجزء الأول. تابع معي الفيديو الأخير، خطوات بسيطة وسهلة جدا، تابعوا لي الأخير. أول خطوة هي أنه تحفظ النغمة التقليدية وليست النغمة الأصلية، وليست في سورة الفاتحة. معناه تحفظ نغمة شخص آخر يقلده. سأقرأ لكم بالنغمة التقليدية وليست النغمة الأصلية. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هذه نغمة تقليدية وليست نغمة الأصلية. قلت لكم احفظوا النغمة التقليدية، أعلم ماذا أفعل. والخطوة الثانية كثرة السمع لمدة شهر بمقدار 2 ساعة يوميا. والخطوة الأخيرة هي تدرب على تمرين القفزات النغمية. معناه أنه تحكم آية فيها مدود طويلة ومدود قصيرة، تقرأها وتسمع القارئ وتضبط النغمة بإذن الله. هكذا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هكذا بإذن الله تحفظ النغمة التقليدية، ومع الوقت تحفظ النغمة الأصلية. شاركوا المقطع الدال على الخير كفاعله، وتابعونا إذا أردتم تقليد الأصوات في القرآن.